السلام عليكم حبيباتي، توحشتكم بزاف. كيف راكم؟ ان شاء الله نتمنى تكونوا بخير. راني رجعت لكم من جديد وعدنا والعود احمد. ان شاء الله نتمنى نكون عند حسن ظنكم هذه المره. واليوم جبت لكم وصفه صيفيه خفيفه وبنينه، لا كريم بالمشماش بمكونات بسيطه والنتيجه تفتح القلب. يلا نخليكم على المقادير وطريقه التحضير وعلى بركه الله ان شاء الله. ودرك هنايا عندي حوالي 283 غرام تاع المشماش. بعد ما كونجليتو خرجته حوالي 5 دقائق باش يترحى مليح ويجيكم ساهل كي ترحيوه. وخلي شويه هذا للتزيين في الاخر. وهنا عندي علبه تاع القشده اللي هي كريم فريش، توزن 200 غرام، فيها 200 مليلتر. خلطها مع المشماش المجمد ونخلط في الميكسور. هكذا نخلطهم مع بعض. تعرفوا هذا لاكريم ما شاء الله بنين وبارد في هذا السخانه، روعه. جربوه ماشي راحين تندموا. ليسونسيال دوكا هكذا راني خلطته. هاولي كيفاش دجاجه كريمي روعه ما شاء الله. نتمنى تجربوه تقولوا لي واش رايكم فيه. صدقوني هايل. دوكا نزيد شويه عسل، واللي تحب دير السكر حسب الذوق كيما حبيتو، تحبوا تكثروا تحبوا تقلوا. انا درت غير شويه عسل بيسك راجلي عنده السكر وهذيك حبيت ندير له غير شويه. ومن بعد نقسمه على 2، نخليلو ليه شويه يكون ماشي حلو بزاف، والاخر ندير فيه شويه نزيد له شويه عسل. هاوليك دوك نقسمهم على 2. وهذا الباقي نزيد فيه العسل قد ما حبيت. نتوما ديروا العسل ولا السكر ولا واش حبيتوا اللي عندكم، ولا تحبوا تستغنوا عليه، المهم كيما حبيتوا. وهنايا كنت عندي حبيبات خليت محتفظ بهم كما قلت لكم. زين نقطعهم هكذا مكعبات صغار باش كي تحطوه في لاكريم تحسوا به هكذا في فمكم، يجي روعه هايل. تحبوا تستغنوا عليهم نورمال، تقدروا ما ديروهمش ماشي مشكله. هادو شويه درتهم في الباطه الاخرى هكذا ونخلط مليح. انا درت غير باطه واحده، نتوما تقدروا ديروا زوج علب حتى 3 كيما حبيتوا. المهم تقدروا تضاعفوا الكميه. دوكا راهو جمد. بعد ساعه زيدوا جبدوه وخلطوه كيما راكم تشوفوا فيا هكذا نخلط. ومن بعد تزيدوا ترجعوا، زيدوا ساعه ولا ساعتين، زيدوا تجبدوا تخلطوه. هذه العمليه تقوموا بها حوالي 4 مرات حتى ل5 باش يجيكم كيما تاع المحلات، ما يجيكمش مقلاصي، يجيكم شغل قلاصوها. بهذه الطريقه يجيكم شغل كيما تاع الماشينه. وهنايا مرة ثالثة هاني زيد جبدتو. هاكم تشوفوا فيه كيما شغل مخلط، ماشي خلطوه قد ما تقدروا باش يجيكم مليح، يجيكمش شغل قلاصو هكذا. ودوكا نسربيه وتشوفوا معايا كيفاش جا. انا نورمالمون نسربيه يعني بمغرفه تاع لاكريم، بصح صدقوني تكسرت لي. لهذا راني ندير لكم بالمغرفه العاديه ماشي مشكل. المهم النتيجه تاعو جات روعه ما شاء الله. صح في النتيجه يعني في الذوق تاعو روعه.
وقبل ما تحطوه قبل ما تسربيوه خليوه 5 دقائق باش تقدروا باش المغرفه تدخل لكم في لاكريم. كون ديروا بهذه الطريقه تاع بخترات نتوما تخلطوه راح يجيكم مروعه ما شاء الله، يجيكم هايل. صدقوني جربوها ماشي راح تندموا، يجيكم كيما تاع الماشينه اللي ما عندهاش يعني ماشينه تاع لاكريم في الدار، ولا دير هذه الطريقه. ودوك راني زينتو تزيين يبقى لكم كيما تحبوا تزينوه. انا زينته بالمشمش بما انه مخدوم بالمشماش. وان شاء الله نتمنى يكون عجبكم وتجربوه وتقولوا لي واش رايكم فيه، ونتمنى ديروا لي جام، واللي ماشي مشاركين نتمنى يشاركوا قناتي. والى اللقاء وتاكلوا بالصحه والهنا ان شاء الله.